نناقش هذا الملف مشاهدينا مع ضيوفنا هنا في الاستوديو السيد مصطفى النعيمي المحلل السياسي. اهلا وسهلا بك. تحياتي لك أستاذ عابد، تحياتي للسادة مشاهدي التلفزيون سوريا الكرام، وسعيد جدا بالمشاركة عبر استديوهاتكم في العاصمة السورية دمشق. أيضا أريد أن أرحب بالسيد هوشانغ أوسي الصحفي الذي ينضم إلينا أيضا من أوستن في بلجيكا. أهلا وسهلا بك أستاذ هوشانغ، وسأبدأ من عندك أستاذ مصطفى. إذن استمرار واستئناف للاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. اليوم هي الدفعة الثانية بعد الدفعة الأولى التي جرت في 3 من نيسان أبريل الماضي. تم إطلاق نحو 400 شخص. كيف تقرأ هذا الاتفاق أو استئناف تنفيذ هذا الاتفاق؟ بداية أنا أعتقد بأن حاجز الجليد قد كسر، بدءا بإعلان عن عملية تبادل الأسرى وليس انتهاء في تنفيذ تلك الاتفاقية التي جرت ما بين الحكومة السورية المتمثلة بالسيد أحمد الشرع وكذلك أيضا قوات سوريا الديمقراطية من الجانب الآخر. وأعتقد هي السلسلة من الإجراءات التي ستكون أو ستتبعها في الأيام القليلة القادمة. ربما قد نشهد أيضا عمليات تبادل للأسرى في مناطق مختلفة، إضافة إلى تقليل نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، وهو بحد ذاته هي رسالة واضحة من قسد إلى دمشق بأننا اليوم نحن منفتحون على الحكومة السورية الجديدة ونحن جاهزون لأي تعاون. طبعا هذا يأتي أيضا في سياق ربما تقليص الدعم الأمريكي على المستوى العسكري والأمني واللوجستي، وهنالك الكثير من المؤشرات حول ذلك. كان هناك تصريح لتوماس باراك الوفد الأمريكي إلى سوريا، تحدث عن دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السورية، ويعني قال هناك دعم أمريكي لعملية دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري. أيضا يتحدث عن أن سياسات الولايات المتبعة في سوريا ستكون مختلفة تماما عن 100 سنة الماضية. وهذا كلام يعني لافت. نعم، حتما الإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة بدءا بإدارة بايدن وصولا إلى ترامب أعتقد أدركت تماما بأن بقاء وجود أزمات أو بؤر صراع في منطقة الشرق الأوسط هو لا يخدم السياسة الأمريكية، وربما هز صورة الولايات المتحدة في المنطقة العربية بشكل عام. لذلك اليوم نتحدث عن الإدارة الأمريكية الجديدة التي بدأت تنطلق من مبدأ يعني حل النزاعات وإنهاء تلك النزاعات وصولا إلى أن تكون هي التي تتواجد بشكل مباشر في تسوية هذه الصراعات من خلال علاقاتها طبعا الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. نتحدث عن دور المملكة العربية السعودية ودور باقي الدول العربية المؤثرة، فبالتالي وجود تلك الشراكات نقل الولايات المتحدة من مرحلة إدارة الصراع إلى إنهاء الصراع. وحتما هذه القناعات ربما جاءت متأخرة، لكنها اليوم هي تأتي في تعزيز دور الحكومة السورية، وسيتبع تلك التصريحات تنفيذ عملي على الميدان، بحيث نلاحظ أن هنالك ضغوطا قصوى ستمارس على قوات سوريا الديمقراطية من أجل الانخراط الكامل في العملية السياسية والعسكرية والأمنية. نعم. طيب، بالانتقال لك سيد هوشانغ، يعني هناك استئناف لعملية لتنفيذ بنود هذا الاتفاق. كيف تقرأ المشهد الآن، خاصة مع التصريحات الأمريكية على لسان توماس باراك بأن هناك تقليص لعدد القوات الأمريكية في سوريا؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الأفاضل. تبادل الأسرى والعودة إلى تنفيذ الخطوات التطبيقية للاتفاق المبرم ما بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع شيء إيجابي، و يعني لا يوجد سوري لا يرحب بهكذا تفاهمات وتطبيقات عملية على أرض الواقع. لكن أنا أختلف مع ضيفك في الاستوديو في أنه تنفيذ هذه الاتفاقية أو الخطوات الإجرائية لهذه الاتفاقية وهو موضوع تبادل أسرى، يعني كخطوة مبدئية ليس مرده أنه الدعم الأمريكي قد قل أو أن يعني الموضوع قاب قوسين وأدنى أنه الأمريكيين والأوروبيين تخلوا عن قوات سوريا الديمقراطية. أنا لا أنظر إلى المشهد على هذا النحو من التفاؤل. سيد هوشانغ، لم يتحدث أحد عن تخلي الولايات المتحدة عن قوات سوريا الديمقراطية. تصريحات توماس باراك كانت واضحة بأن قوات سوريا الديمقراطية هي حليفة للولايات المتحدة، ولكنه بنفس الوقت تحدث عن تقليص عدد القوات الأمريكية في سوريا. التقليص إعادة الانتشار الأمريكية يعني
يعود إلى السياسات الأمريكية في هذا الخصوص. الأمريكيين، الخارجية الأمريكية، طالبوا حكومة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بالانفتاح على السوريين. أحمد الشرع عندما كان في المؤتمر الصحفي الرئيس الفرنسي طالبه بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، يعني بمعنى الكل يشجع التعاون والتعامل الصحي الإيجابي ما بين دمشق والقامشلي، ما بين المركز العاصمة السورية وما بين ما يمكن اعتبارها عاصمة منطقة الجزيرة أو شرق الفرات. يعني مقصدي من هذا الكلام أنه التقليل الأمريكي أو إعادة الانتشار للأمريكيين، لأنه أصلا الأمريكيين زادوا قواتهم في الآونة الأخيرة ويريدون إعادة انتشار هذه القوات، لكن القواعد الأمريكية في تقديري أو القوة الأمريكية ستبقى في سوريا. القوة الأمريكية لم تخرج من كوريا الجنوبية من إبان الحرب الكورية في 53. القواعد الأمريكية موجودة في بلجيكا وموجودة في تركيا، فما بالك في يعني على الأراضي السورية وفي العراق. تقليل الأمريكيين لقواتهم لا يعني على الميزان السياسي أو في المنظور السياسي أنه الأمريكيين أو الأوروبيين نفضوا يدهم من سوريا أو دعم سوريا كدولة وطنية ديمقراطية منفتحة على كل مكوناتها، بما يخدم مصالح هذه المكونات وبما يعزز الدور والجانب الوطني في سوريا ويقلل من تأثير القوى الراديكالية والعناصر الأجنبية الفاعلة حاليا يعني في ضمن مؤسسات الدولة السورية الناشئة. وينبغي أن لا يخفى على أحد العقوبات الأوروبية التي فرضت مؤخرا على 3 كيانات موجودة ضمن الجيش الوطني وعميدين من أعمدة يعني الجيش السوري حاليا. كل ذلك وانفتاح على سوريا، لكن مع رقابة لصيقة، والرقابة الموجودة على حكومة أحمد الشرع في تقديري هي أضعاف الرقابة الموجودة والضغوطات الموجودة على أسد. نعم. طيب سيد مصطفى، يعني استمعنا إلى الأستاذ هوشنك يعني يتحدث عن عملية تعاون بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية. ما تعليقك؟ نعم، أنا أعتقد بأن طبيعة التعاون يأتي في سياق إعادة استقرار المنطقة أو استقرار المنطقة بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، لا سيما وأن هنالك حاجة ماسة لخطوط الطاقة والغاز التي ستمر عبر سوريا باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، فبالتالي أولوية الولايات المتحدة تختلف اليوم عما كانت عليه في السابق. ففي السابق كان هنالك تحالف ضرورة قد نشأ ما بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية من أجل مكافحة الإرهاب، وبناء على هذا المعطى وانتهاء الإرهاب في سوريا حسب التصريح الرسمي لقيادة العزم الصلب للقوات الأمريكية وكذلك أيضا الكثير من المسؤولين العسكريين الأمريكيين بأن الإرهاب قد انتهى، فبالتالي ظروف الضرورة التي تم تشكيل فيها قوات سوريا الديمقراطية بماهيتها العسكرية قد انتهى. واليوم نتحدث عن مرحلة جديدة لإدارة سوريا المستقبل التي تتطلب أن تكون كل القوى العسكرية تحت إطار ومظلة وزارة الدفاع السورية، وبالتالي وجود كتل كما تطلب قوات سوريا الديمقراطية ربما قد يكون هو عائق، خاصة وأنها اليوم تتحدث عن إدارة منطقة جغرافية وليس ضمن وزارة الدفاع كما يعني يتم الحديث عنه. كذلك أيضا نتحدث عن المحافظات السورية التي تتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية بدءا بالحسكة وانتقالا منها باتجاه دير الزور وصولا إلى حلب والرقة أيضا. هذه المناطق الجغرافية ما زالت هي خارج نطاق سيطرة الدولة السورية، وبالتالي ضرورة استعادة الثروات وتوزيعها بشكل عادل يتطلب وجود جهود مشتركة. ولكن هل هذه الجهود وفق الرؤية التي تقدمها قوات سوريا الديمقراطية منفردة؟ أنا لا أعتقد ذلك ممكنا في ظل الظروف الدولية المواتية من أجل يعني إنشاء دولة مستقرة، دولة مؤثرة بدل من أن تكون متأثرة. طيب سيد هوشنك، يعني كيف يمكن الحديث عن يعني مجموعات ربما يعني تطالب قسد بأن لا تكون تابعة لوزارة الدفاع أو تدير بعض المناطق هنا وهناك في الوقت الذي تصر فيه الولايات المتحدة وعلى لسان المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس بارك بأن الدعم الموجه لقوات سوريا الديمقراطية هو دعم لحليف، وبأنه موجه باتجاه دمج هذه القوات في الجيش السوري الجديد تحت مظلة وزارة الدفاع؟
شوف، الاتفاق المبرم بين مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع واضح. يعني قوات سوريا الديمقراطية لا تتنصل في تقديري من مسألة الاندماج، لكن عملية الاندماج كيف تكون، الآليات، التبعات السياسية. الموضوع ليس عسكري تقني محض. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني أنا أتيت على بعض الأمثلة للتوزع العسكري الأمريكي. يعني الحرب الكورية انتهت والأمريكيين موجودين في كوريا الجنوبية، الحرب الباردة والحرب العالمية الثانية انتهت والأمريكيين ما زالوا موجودين في ألمانيا. مقصدي من هذا الكلام ينبغي العودة إلى الاستراتيجيات العسكرية والأمنية والسياسية الأمريكية على امتداد الإدارات السابقة. يعني مسألة التعويل على الخروج الأمريكي أنه هذا ربما أنه القوات سوريا ديمقراطية تستقوي بأمريكا، هذا لا يعني أحد موضوع سيد هوشنق، لا أحد يعول على الخروج الأمريكي. بالعكس، هناك التصريحات الأمريكية واضحة بأن الدعم المقدم لقوات سوريا الديمقراطية هو دعم لحليف، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للكونغرس كما يقول توماس بارك، وبأنه يجب توجيه هذا الدعم نحو دمجهم في جيش سوريا الجديد المستقبلي. هذا كلام توماس بارك. المصلحة مشتركة إذن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، ومن الواضح بأن يعني المساران يسيران باتجاه التسوية والاتفاق والحل. يا أخي العزيز، أنا بتكلم باللغة العربية. يعني هل فهمت من كلامي أنني أنا أوجه الكلام لك أو لضيفك في الاستوديو؟ أنا أتحدث بشكل عام. أنا لا, أتحدث لا ليس بشكل عام لي، في سياق ولكن سياسي. تقول بأن التعويل على خروج القوات الأمريكية، يعني أنه من الخطأ التعويل على خروج القوات الأمريكية، وأنا أقول لك لا أحد يعول على خروج القوات الأمريكية. يعني لم نسمع هكذا تصريحات. أنت لم تسمع هكذا تصريحات، أنا سمعت هكذا تصريحات، وهكذا آراء موجودة على منتشرة في الكثير من التقارير الأخبارية، في الكثير من المقالات الرأي، في الكثير على هل هي على السوشيال لسان ميديا في مسؤولين في تصريحات. الحكومة السورية؟ هل هي على حتى في لسان بعض مسؤولين من في الحكومة في السورية؟ في في نعم، في بعض منهم مقربين من السلطة على مستوى النخب الإعلامية، النخب السياسية، يقولون ولا حرج لديهم في هذا الخصوص. الموضوع عملية الربط بهذا الإطار، أنه الجانب المطلبي لقوات سوريا الديمقراطية أو الشق السياسي من التفاهمات عبرت عنه قوات سوريا الديمقراطية أكثر من مرة، أنه هنالك شيء آخر، هنالك قضية تتعلق بهوية الدولة، تتعلق بكيان الدولة، تتعلق بمدى يعني نظام سوري لا مركزي يضمن جميع حقوق كل المكونات السورية وليس فقط المكون الكردي. يعني يصار إلى حصر الموضوع في المكون الكردي، وهذا شيء يعني من التضليل. وطبعا الكلام ليس موجه لك، لكي لا تفهم أنه الكلام موجه لك وتقاطعني مرة أخرى. فالآن الأمريكيين عندما يتحدثون في هذا الخصوص ولديهم مصالحهم طبعا، يعني هي فوق مصالح قسد وفوق مصالح أحمد الشرع وفوق مصالح السوريين والدول مصالح. يعني مقصدي أنه هنالك شيء آخر قديم جديد بمعزل عن الوجود الأمريكي في سوريا، يعود إلى فترة الثلاثينات. الجانب المطلبي فيما يتعلق بمنح المناطق شرق الفرات حكما ذاتيا أو إدارة خاصة، هذا شيء قديم جرى تعطيله على زمن الحكومات السابقة وحكومة البعث، ويصار يعني يطرح مجددا، بمعنى اندماج قسد ضمن وزارة الدفاع لن يكون هكذا بمعزل عن حل سياسي عام يستفيد منه كل السوريين، أبناء الساحل، أبناء الداخل، أبناء الجنوب، وأبناء الجزيرة أيضا. يعني الموضوع لم يكن هكذا خبط عشواء أنه خلاص قسد على امتداد 13-14 سنة في منطقة معينة وتندمج هكذا بسرعة. ينبغي أن يكون هنالك عوائد سياسية تعود على منطقة الجزيرة، تعود على الكرد، تعود على السريان، على التركمان، على الأرمن، على الشركس، على أهل الساحل، أهل الداخل. كل هذه التفاصيل قسد تجد نفسها بأنها معنية بهذا الخصوص وتريد يعني التواصل مع دمشق والاندماج ضمن أدوات الدولة العسكرية والأمنية
في دمشق، لكن على أي أساس؟ على أساس سوريا دولة أمنية يحكمها الأمويين الجدد، أم المقاتلين الأجانب، أم التنظيمات المتطرفة، أم أبو عمشة، أم سوريا يحكمها يعني أشخاص وطنيين ديمقراطيين مخلصين متفهمين للحقائق التاريخية والجغرافية والقومية المتنوعة والجميلة التي نسميها اختصارا بسوريا. في تقديري أنه بيت القصيد هنا مكمن المشكل، هنا مسألة فهم الجانب السياسي. قوات سوريا الديمقراطية قوات عسكرية نعم، ومدعومة من الأوروبيين والأمريكيين نعم، لكن هنالك قضية، هنالك ملف سياسي، هنالك أجندة سياسية تتعلق بكينونة الدولة، بهوية الدولة، وبحقوق مكونات هذه الدولة. دولة تحترم المكونات لكي يحترمها مكونات الشعب السوري، ويجدوا أنفسهم أن هذه الدولة بالفعل تمثلهم، تمثل التنوع الحضاري، التنوع الثقافي، التنوع القومي والإثني والديني في سوريا. نعم، آمل أن تكون قد انتهيت كي لا أكون قد قاطعتك أستاذ هوشنك، يعني تركتك تنتهي يعني حتى النهاية. سأتحول بتساؤلاتك للأستاذ مصطفى. يعني قوات سوريا الديمقراطية كما يقول الأستاذ هوشنك يعني معنية فعلا اليوم ب يعني تأمين متطلبات هذه المناطق، وكما ذكر الأستاذ هناك مطالب تعود لثلاثينات القرن الماضي. موضوع يعني الحكم الذاتي واللامركزية في بعض المناطق وخصوصية بعض المناطق، كيف يمكن بالفعل حل هذه المشكلات ضمن هذا الاتفاق، وهي يعني تندرج ضمن التفاصيل في هذا الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية؟ نعم. بداية إذا أدركنا بأن المنطقة مقبلة على حالة من السلام المستدام، نبدأ من خلالها أيضا تفكيك الأزمات. بداية تلك الأزمة هي تعود للنظام البائد، والنظام البائد قد زال، والهوية التي كانت محرومة منها بعض المكونات السورية ومنهم الكرد، اليوم يتم العمل على حل تلك الأزمة. وأعتقد بأن الحكومة السورية منفتحة بشكل كبير على كامل مكونات أبنائها بشكل عام، وبناء عليه أعتقد بأن الخطوات القادمة سيتم استعادة هذه الحقوق لكل المكونات السورية، لكن على أن لا تتجاوز بعض المكونات الأخرى. وبالتالي بناء على هذا المخرج أنا أعتقد بأن كل المؤشرات تدلل على أن المرحلة القادمة سنشهد مزيد من التحرك في هذا الجانب، وسيتم حل تلك الأزمات تدريجيا، بدءا يعني بعملية اندماج قوات سوريا الديمقراطية داخل مؤسسات الدولة السورية السياسية العسكرية الأمنية إلى غير ذلك. لكن مسألة أن يكون هنالك فيدرالية أو كونفدرالية أو غيرها، أو حكومة لا مركزية ومركزية وغيرها من السجال الذي يتم اليوم، أنا أعتقد من الصعوبة بمكان أن يتم إنجازه، نظرا لأن الولايات المتحدة أجهضت أكثر من محاولة لقوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها التصويت لما يسمى إقليم كردستان سوريا. بالتالي المخرج العراقي ما زال قائما، وما زالت العراق تدفع ثمن هذا التغير الذي يعني ما زال يسيل من خلاله آلاف من الضحايا بشكل عام في الداخل العراقي. وبالتالي لن يقبل بتلك التجربة، بل يعمل على تفكيك تلك الأزمة من خلال التدرج ومن خلال مشاركة كامل المكونات السورية على أن يكونوا جزءا من الدولة، ولا يحاول أن يكون أن هنالك بعض المحاولات التي تتحدث عن أنهم يحاورون الدولة وكأنما هم دولة، هم إقليم يتحدث عن شمال شرق سوريا. هنالك محافظات اسمها حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة، لا يمكن تجاوز هذا على الإطلاق. وحتى اللحظة هنالك خارطة اسمها الجمهورية العربية السورية. وضمن هذا المعطى أعتقد بأنه من الصعوبة بمكان التفاهم على تلك الخطوات، أو بعض الأصوات يعني المتشنجة، لا سيما التي تنتمي إلى محور إلهام محمد. نعم. بالتالي بناء على ذلك أعتقد بأن هذه القوة التي منحت القوة العسكرية التي منحت لإلهام، حتما هنالك تقليص بشكل مستمر، وربما قد يفضي هذا التقليص أيضا إلى دفع تلك القوات العسكرية إلى الانخراط داخل الحكومة، داخل تشكيلات الجيش. وبالتالي عامل الزمن يلعب دور كبير في تحقيق المكتسبات التي من خلالها سيتم التفاهم على ماهية سوريا المستقبل. وهنالك بعض المؤشرات التي تدلل على أن هنالك مقاتلين أيضا أجانب في تلك القوات، وبالتالي حل أزمة المقاتلين الأجانب يتطلب جهودا دولية مشتركة، وأن
أن تكون سلة واحدة ولا يتم فصلها عن الآخرين. طيب، قد يقول قائل يعني الآن يعني في الحديث عن المقاتلين الأجانب بأن كل الأطراف لديها مقاتلين أجانب، حتى من جانب الحكومة السورية هو ملف الآن يعني بالفعل قيد الدراسة يعني، والحديث عنه يكثر بالفترة الأخيرة. وأيضا يعني بعيدا عن العناوين وعناوين الخرائط والمناطق وما إلى ذلك، هناك ملفات بالفعل هي ملفات معقدة ويعني قديمة، منها مثلا المحرومون من الجنسية السورية، منها مثلا الحقوق الثقافية، ويعني وجود المكون الكردي في تلك المناطق وما مر عليه طوال هذه السنوات. هذه ملفات كيف يمكن بالفعل أن يعني يوجد لها تسوية أو حل؟ بناء شراكات الثقة عبر جسور التآخي السوري أعتقد هي أحد أهم الوسائل التي ستستخدمها الحكومة السورية. أما بخصوص مقاتلي الأجانب طبعا على شقين، هنالك مقاتلين ما زالوا خارج نطاق السجون، لكن هنالك بعض المقاتلين متواجدين ضمن سجن القويران على سبيل المثال بحي الصناعة، وهنالك سجن مجموعة من السجون ربما 3 سجون. هذه الدول ترفض استخدام مقاتليها، كيف سيتم التعامل معها؟ فبالتالي هنالك أزمة حقيقية، وهنالك قوانين ناظمة لتلك القوات المتواجدة داخل الأراضي السورية، وبعض الدول ترفض استخدام مقاتليها، كيف سيتم التعامل معهم؟ هل سيتم محاكمتهم في سوريا؟ هل ستمنح الحكومة السورية آلية معينة للتعامل مع هؤلاء المقاتلين الأجانب في سوريا؟ أعتقد المرحلة القادمة يعني في المرحلة السابقة كنا نتحدث عن نقل المقاتلين الأجانب من نقطة صراع إلى نقطة صراع أخرى كما كان يجري في السابق، لكن اليوم تختلف الصورة على الإطلاق. اليوم يعمل على تسوية المقاتلين الأجانب بشكل عام وإنهاء هذا الملف، وربما تكون التجربة السورية الجديدة هي بالأساس هي بموجب تفاهمات دولية تكون هي عنوانا لمرحلة قادمة يتم تسوية فيها كافة الملفات المتعلقة بالتداعيات الأمنية في وجود مقاتلين أجانب في الدول التي تستضيفهم. كل الشكر لك السيد مصطفى النعيمي المحلل السياسي، وأيضا شكر موصول للسيد هوشنك أوسي الصحفي الذي كان معنا من أوستن في